لما بتشوف البرج ده اول حاجه بتيجي في دماغك فرنسا، دوله عندها حدود مع 8 دول، بس في الحقيقه هم اكتر بكتير. المكان ده بقاله 13 سنه رقم واحد في فرنسا. طلعت الشنجن ومنطلقين لفرنسا. أنا وصلت باريس. شبكة المواصلات هنا قوية قوي بصراحة، يعني من المطار للهوست اللي أنا وصلته كان نص ساعة وبسهولة جدا، والتنقل فيها سهل. لو معاك شنجن تقدر تخش هنا الجزء بتاع أوروبا، بس مش ده بس، تقدر تخش كل ده. قلت لكم قبل كده إن أوروبا كانت مستعمرة 84% من العالم في 1914، والمفروض إن ده خلص بس مش كليا. دول 20% من أرض فرنسا و97% من حدودها مع المية. 3 مليون مواطن فرنسي عايش هنا. مش بس دي فرنسا، الأراضي دي عبارة عن جزر استوائية، جزر بعيدة عليها بطاريق، وجزر فاضية حول العالم. صيد وبحوث علمية وتجارب أسلحة نووية. وبسبب إن فرنسا شكلها على الحقيقة كده، الاتحاد الأوروبي شكله كده. انا ما روحتش حاجه من الجزر او المدن اللي هي تابعه لفرنسا، اللي هي بره حدود فرنسا اصلا، ولكن عندي تجربه. مراتي حكت لي، انا مراتي فرنسويه، فاللي هو قالت لي بقول لك ايه، عندها واحده صاحبتها كانت راحت نقلت حياتها هناك وعاشت هناك وكذا، ودي بلد اسمها كوكس او بيتقال عليها كورسيكا. هي جزيره في وسط المحيط مش عارف الهادي ولا مش عارف، بعيد عن باريس او بعيد عن فرنسا بالطياره ساعه 35 دقيقه، اللي هو حاجه تانية خالص ملهاش اي علاقه طب بفرنسا. انت اصلا كان عندك فكره ان فرنسا ليها حدود تانية كده؟ ما يعني كانش في عندي. البرازيل اصلا ما كانش عندي اي فكره عشان انا بقالي تقريبا 7 سنين. انت فرنساوي يعني؟ قربت انت ايه اصلا مصري؟ اصلا مصري طب وايه، في عنصره هنا ولا؟ انا ما شفتش عنصريه غير مره واحده بس في ال7 سنين دي. بجد؟ ما الناس اللي بتقول عايز اقول لك على حاجه، هنا انت هتتعنصر باشا احنا هنا العرب احنا بقينا اكتر من الفرنساويين اصلا. في حاجتين بقى لاحظتهم في فرنسا ضروري ان احنا نتكلم عنهم. طيب يا جماعه، اول حاجه لاحظتها ان معظم الناس اللي شغاله هنا شكلهم مش فرنسي، يعني شكلهم مدي افريقي وعربي، جنسيات تانية. دي البرتغال ضد المغرب في 2018. البرتغال كانت متقدمة وكسبت 1-0. النتيجة مش هي اللي مهمة، الصورة دي. اللاعب البرتغالي ده ما كانش مولود في البرتغال، واللعيبة المغاربة دول مش مولودين في المغرب. بصوا، الفيفا بتسمح للعيبه تلعب لاي دوله ليهم صله واضحه بيها، زي بلد الاهل او الجدود. في كاس عالم 2018 كان في 82 لاعب بيلعبوا لدول ما اتولدوش فيها. اللعيبة دي جاية منين؟ وهنا فرنسا تتألق. فرنسا هي البلد اللي مولود منها أكبر عدد من لعيبة كاس العالم، 29 في فرق تانية و21 في الفريق نفسه. والبرازيل في المركز الثاني، بس مش قريب حتى من فرنسا. ايه المميز بقى في فرنسا؟ في نهاية الحرب العالمية الثانية جزء كبير قوي من فرنسا اتدمر. بدأت الحكومة تعين عمالة من جنوب وشرق أوروبا ومن مستعمراتها في شمال أفريقيا عشان يبنوا الدولة في أواخر الأربعينات والخمسينات. في الوقت ده فرنسا جابت مهاجرين أكتر من أي دولة في أوروبا. وفي أواخر الستينات وأوائل السبعينات اقتصاد فرنسا اتطور بسرعة واحتاجوا العمالة أكبر، فجابوا مهاجرين أكتر من مستوطناتهم في أفريقيا والكاريبي. معظمهم استقر في بيوت على حدود المدن الكبيرة، ومع الوقت بدأوا ياخدوا الموهوبين في الكورة لدرجة كسبوا كأس العالم في 1998. كان لعيبة كتير منهم مهاجرين أو ولاد مهاجرين في القرن العشرين. كانوا مسميين الفريق بلاك بلانك بير، معناها اسود ابيض وعربي. ومش كل الناس دعمت ده طبعا، كان في عنصريين. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Je constate que les joueurs des autres équipes chantent leur hymne national de grand cœur et à pleine voix. Alors je constate que la plupart des joueurs de l'équipe de France ne le chantent pas ou visiblement ne le savent pas. بالرغم من كده اللعيبه من العائلات المهاجره كملوا، وتقريبا بقى الفريق كله من المهاجرين. يعني امبابي السوبر ستار والدته جزائريه ووالده كاميروني،
ومش بس اللعيبه بتلعب لمنتخب فرنسا، ده ممكن يلعبوا لدول زي ساحل العاج والكاميرون وتوجو والمغرب والجزائر. 4 من لعيبه السنغال من فرنسا. في حاجه بقى غريبه جدا لازم تشوفوها، ليها علاقه بالحرب العالميه، موجوده جوه اكبر مسجد موجود في باريس، اكبر واقدم مسجد موجود في باريس. السنه اللي فاتت تم 100 سنه. وصلنا لحاجه ليها علاقه بموضوع الاعراق او الجنسيات المختلفه اللي موجوده هنا في فرنسا، وهي بادئه من سنه 1939 لحد 45. ده نصب تذكاري معمول للجنود المسلمين اللي استشهدوا او ماتوا في الحرب العالميه الثانيه مع الجيش الفرنسي، كانوا بيحاربوا مع الجيش الفرنسي. يعني هو اصله تونسي، واللي اصله مغربي، واللي اصله جزائري، واللي حتى كمان هنا بيقول لك في ناس من السنغال او حتى كمان من الصومال. كل الجنود الاجانب المسلمين اللي كانوا في الجيش الفرنسي في الحرب العالميه الثانيه وماتوا مذكور اسمائهم هنا ومعمول لهم نصب تذكاري. وده يفسر ان معظم الوجوه اللي احنا شايفينها هنا عربيه وافريقيه. تاني حاجه لاحظتها هي المخابز. ليه المخابز كتير؟ كميه مخابز مش طبيعيه. ليه الكرواسون مهم؟ خلينا اشرح لكم تاريخ العيش عشان نفهم اكتر. من كام ألف سنة البشر أدركوا إنهم يقدروا يزرعوا النوع ده من العشب اسمه قمح، ولما طحنوه بالحجارة عمل بودرة، لو حطيت عليها مية بيعمل مادة لزجة مطاطة فيها سكر من القمح. ولقوا البكتيريا بتحب المادة اللزجة دي وبتنزل تتغذى عليها ويحصل عملية التخمير، فبتشوفوها تكبر وتبقى زي المخدة. حط الكرة دي جنب النار وكل البلالين دي تنشف. كل ده بيحصل بسبب العشب ده. فالبشر قالوا خلينا نزرع أكتر ونبني كل الحضارة عليه. ده العيش أو الخبز، أقدم أكل حضره الإنسان واتطور جدا. وبالذات هنا في فرنسا الموضوع مش هزار، بقى جزء من ثقافتهم. في حوالي 30,000 مخبز في فرنسا، كمية مخابز مش طبيعية. وأنا بتمشى بيقولوا إن 94% من الناس اللي عايشين هنا في مخبز 5 دقايق من بيته، لدرجة إن الحكومة حاطة معايير معينة للعيش لازم المخابز تمشي عليها عشان يعتبروا العيش عيش. فأنا رحت اشتريت الحاجات المشهورة بتاعتهم، كرواسون وباجيت، خدت منه حتة طبعا وفعلا طعمه مختلف، يعني مش زي بتاع كارفور اللي بيجيبه، لا الموضوع هو شكله ناشف من بره وطري من جوه. يعني إن الحاجة ليه أصلا هنا خلت إن الناس لازم تاكل فريش كل يوم، يعني لازم تروح المخبز وتاكل عيش فريش، بتقعد وتديله اهتمام. الموضوع كبير، بيقعدوا ياكلوه بالزبده وحاجات كده. حاجه ثانيه جامد. هو العيش هنا اكيد جزء من الثقافه، يعني مفيش سفره فرنسيه على الغداء او على العشاء او حتى على الفطار مفيش عليها باجيت او مفيش عليها حاجه من البولانجري. بص يا ضياء، انت اول ما بتنزل الشارع لو عايز تشم ريحه الباجيت والكرواسون في كل حته، انزل الشارع الساعه 4 الفجر، هتبص تلاقي ريحه الباجيت وريحه الكرواسون في كل حته، لان هم بيخبزوا من بالليل. ده بقى واحد من اهم واشهر محلات الباجيت اللي موجوده هنا في فرنسا. ليه؟ لان هنا في فرنسا الموضوع هم مكبرين الموضوع شويه. ازاي؟ ان هم عاملين مسابقه اللي هو مين رقم 1 في الباجيت السنه دي، اللي بيكسب المسابقه دي هو اللي بياكل الرئيس لمده سنه لحد ما المسابقه تتعمل السنه اللي بعدها وهكذا. فبقى المعلم ده بقى له 13 سنه رقم 1 في فرنسا. ده عالمي خطير. انت كمان هتشوف جوه حاجات انا نفسي ما بصدقهاش. عندك دي كمان مع ماكرون، عندك دي مع كل الناس اللي ماسك الباجيت منه اهو. ماكرون ومراته. زي ما قلنا لسه الجزء الاول من الفيديو كنت بتكلم ان يعني كتير قوي مهاجرين هاجروا وجم فرنسا وبقوا يشتغلوا فيها، لدرجه اللي بياكل الرئيس بتاعهم بقى له 13 سنه هو تونسي. ده حقيقي. نو الجيري. الجيري. الناس بتيجي تشتري ايه اكتر حاجه مثلا كفرنساويين؟ بجد؟ سي لا باجيت. الصبح بييجوا ياخدوا الباجيت ده. الصبح كرواسون باو شوكولا. حاجات صغيره وبتاع ويطلعوا ياكلوها بس كل يوم. يعني بيبقى فريش، هم بيبقوا عايزينه حاجه فريش. وكل ده بيخلص؟ كل يوم؟ ففي حلويات فرنسيه بتتعمل في الوقت ده من السنه، بس ما بتتعملش طول السنه. الجاليت دي عباره عن حاجه كده عامله زي الجلاش مثلا عندنا، هي من جواها بيكون فيه حاجه زي لعبه، والمفروض ان دي تتجاب لجروب، يعني احنا مثلا 5 أو 6 كل واحد بياخد قطعه وانت وحظك، وانت بتاكل لو وقفت في بقك او يعني انت اللي لقيتها يبقى انت كده المحظوظ، انت صاحب الحظ. وبعدين بيدوك التاج تلبسه، ودي بيتفائلوا بيها ان انت السنه الجديده دي هتبقى انت يعني هتحقق حاجات حلوه وهتبقى سنه حلوه عليك. دوقني الجالات يا جماعه، ولو اتقطعت الحته اللي فيها اللعبه السنه دي بتاعتي.
Et ben, il est le roi de. ميرسي نجد. بالهنا والشفا. يا سلام. واللعبه طلعت لي هي، ما خلاص السنه بتاعتي. هابي نيو يير. من الحاجات اللي كان نفسي اعملها لما اجي فرنسا ان احنا نقعد نشرب حاجه على فيو ايفل تاور، البرج. موضوع خطير الصراحه. دي نهاية الفيديو، وحابب أشكر حسين على المساعدة الكبيرة في تصوير الفيديو ده. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.